من خلال اقتصاد قوي أستطيع إن أنا أواجه مشاكل التلوث الصناعي والبيئة، وبالتالي يصبح من ضمن مؤشراتي أنا مش بس حجم ثاني أكسيد الكبريت اللي بيتم إطلاقه في الهواء، وحجم الأتربة اللي بيتم إطلاقها في الهواء، ولا حجم CO2 الأكسيد الكربون اللي بتأثر على التغيرات المناخية إلى آخره، ولكن يصبح قد إيه فرص العمل اللي أنا قدرت أوفرها من الاستثمار البيئي. وحدي لحضرتكم مثل واقعي من مصر يؤكد هذه النظرية. خلينا أخش على الموضوعات بعد إذنكم. نهر النيل، أظن محدش هيختلف أن نهر النيل أهم نظام طبيعي موجود في مصر، بل هو النظام الطبيعي الأساسي الذي تبنى عليه الحياة في مصر. ومحدش يختلف أن احنا عندنا مشاكل في نهر النيل، وإن كانت المؤشرات لإجمالي نهر النيل، نوعية مية نهر النيل الإجمالي، لا تتحدث عن وضع تلوث متدهور حتى على المستوى الدولي، ولكن لدينا بؤر للتلوث، لدينا بؤر معينة تصبح تركيزات الأكسجين الحيوي والأكسجين الكيميائي والنيتريت والفوسفات أكثر مما هو مفروض. هذه التركزات أو البؤر من أول ما تمسكي كده من أسوان هتلاقي واحدة عند مقر السيف في أسوان، عند كيما محطة المعالج الصحي، ثم تطلع إدفو عند صناعات السكر، ثم وهكذا لحد ما تيجي طبعا قبل القاهرة الكبرى والتجمع السكاني التجاري الصناعي، كل حاجة موجودة هناك. عندنا بؤرة كبير للتلوث، ثم يتفرع النيل إلى فرعين. لما بيتفرع تدفق الماء بيبقى أقل، كثافة سكانية أكتر، أنشطة زراعية كثافتها أكتر، يصبح الطاقة الاستيعابية للفرع لوحده أقل، لأن حجم المياه أقل، سرعته أقل، اللي بيصب فيه كتير، فيصبح عندي تدهور في نوعية النهر إلى أن يصل إلى المصبات. هنا بقى التدهور الأكثر. ده وصف عام. طيب، وزارة البيئة قبل هذه الحكومة، وأنا بشتغل في المجال ده من 30 سنة، فأنا عاصرت الحكومات المختلفة والقوانين المختلفة ولا حضرتك مثل بسيط جدا ما حدش بيخلي باله منه، ولكن يوريك النظام السياسي كان بيفكر ازاي او ما بيفكرش ازاي. نهر النيل دائما وزارة البيئة كان ده قدس الأقداس اللي غير مصرح لوزارة البيئة انها تشتغل فيه. انت ممكن تعملي شبكة رصد الى اخره، بس لما تيجي للتنفيذ وللتطبيق تمتنع وزارة البيئة، لان الاصل ان وزارة الري هي المسؤولة عن نهر النيل. وزارة الري وزارة عريقة، وزارة سيادية فيها خبرات كلنا نفتخر بيها. فكان نهر النيل مستثنى من قانون البيئة، وده يلاحظ كويس جدا جدا. وزارة الري انذاك السيد الوزير كان يعني من الذكاء ان هو سابنا نتكلم في مجلس الشعب زي ما احنا عايزين، وطلع القانون وجه في مادة الإصدار وراح حاطط يطبق هذا القانون بما لا يخالف أحكام قانون نهر النيل. بس قليلين من البحاث اللي بيقروا مادة الإصدار. الناس كلها بتخش تروح داخله يعني حضرتك بتشوف معالي المستشار موجود، طبعا ما نقدرش نتكلم ان هو استاذ كويس، فهو حطها في مادة الإصدار بما لا يخل، يبقى حطها، يبقى انت خلاص. وكان ماشي العملية كويس، يعني ما كانش في مشاكل، إلى في الوزارة الحالية، وزارة من يونيو اللي فات، يعني كان التكليف لينا، وأنا فوجئت بصراحة بهذا التكليف، أن يقوم السيد رئيس الجمهورية بتوجيه الحديث لي
وزير البيئة عايزين نهر النيل. يعني قانون انا يعني شقت كويس نورمال، يعني غالبا بيبقى وزير الري ويساعد وزير البيئة كويس، لكن انها تنقلب العملية هو بيدي مسج. ثم يكلمني تاني يوم الصبح الساعة 7: صباح الخير، عملت ايه في نهر النيل؟ المسج واضح. خلصت المسج واضح. خلصت كنت مسج واضح خلصت جداً. ولا لسه؟ واضح. كنت خلصت لسه؟ وبناء عليه لا انا كنت لسه بس كنت جاهز، يعني كنت مستعد. فعملنا مجموعة عمل، ومجموعة العمل فيها وزارة الري وهتقود وزارة البيئة، وزارة الصحة، وزارة الإسكان، وقسمنا بحيث ان وزارة النهر الري مسؤولة اساسا عن التعديات. وحضرتك شايف الايام دي ان وزير الري شغال في التعديات. وزارة البيئة مسؤولة عن الصرف الصناعي، وزارة الإسكان مسؤول عن الصرف الصحي. طيب هو قد ايه بيتصرف في نهر النيل، او بلاش قد ايه كويس لان الرقم كبير شوية، ولكن طب الهيكل النسبي بتاعه ايه؟ 85% من اللي بيصرف في النيل صرف زراعي، وده دليل ان احنا بناخد ميتنا كلها 80% للزراعة، يبقى دول تتصرف وترجع تاني، وبالتالي هو ده طبيعي ان يكون الصرف الزراعي هو الاكثر، ثم حوالي 14.5% للصرف الصحي، ثم يجي الصرف الصناعي ما يكملش 0.5%. ولكن الصرف الصناعي إذا كان مياه الصرف مختلطة بمية التبريد مع مية العمليات الصناعية، والعمليات الصناعية كانت عمليات فيها كيميكالز، فأنا مهدد بمعادن ثقيلة إلى آخره، وبالتالي نوعية الصرف الصناعي تهمنا هنا. احنا خدنا الصرف الصناعي وابتدينا نتكلم في الصرف الصناعي. عندي 122 منشأة بتصب مباشر على نهر النيل، فأصبحت أولوياتنا هو الصب المباشر. احنا قدرنا ان احنا نقلص هذا العدد إلى 6 منشآت من خلال إعادة تدوير المياه، لأن الجزء الأغلب والحمد لله الجزء الأغلب كان مياه تبريد لمحطات الكهرباء. محطات الكهرباء شرهة باستخدام المياه للتبريد، فكان الجزء الأكبر أكثر من 80% منه كان مياه تبريد. مياه التبريد اللي بيتعمل انك انت بتعمل ريسايكلينج ليه، بتدخلها تاني وبتدورها، تدخلها على ابراج تبريد، ثم تاخدها. في طبعا طرق اقل تكلفه، تعمل ترعه زجزاج بحيث تدي فتره تروي بيها كويس، يعني في طرق مختلفه، مش عايزين نخش في الحاجات التكنيكاليتيز يعني. الجزء الاخر كانت عمليات صناعيه، وقدرنا ان احنا يا اما نعمل محطات بيولوجيه، يا اما ان احنا نعمل طرق اخرى كيميائيه، يا اما ان احنا نعمل محطات تعالج بحيث توصل لمعايير اخليني اصرفه على المصارف. وفضل عندي الستة. هما كانوا اعتقد انا زرت اول زيارة كنا في يوليو، ثم على بعد رمضان قدرنا نخلص 3 شركات، كانوا 9، فاضل 6 دلوقتي اللي احنا بنشتغل فيهم، واللي ان شاء الله انا بكره انزل لهم الصبح بدري. الهدف والتوجه الاستراتيجي ايه؟ التوجه الاستراتيجي هو انك ما تحاربش الصناعة، ولكن ان تساعد الصناعة على الالتزام. فنحن الاول بنلجأ للالتزام compliance، وبعدين اذا ما نفعش بوصل للانفورسمنت. في الانفورسمنت انا بستخدم قوة القانون، وانا ليا محاذيري على كده، وسيادة المستشار موجود نحب ان احنا نعرف رأيه. الجزء الالتزام ان انا بقعد معاه، بعمل مراجعة audit walk through، وبنحدد المكامن، وبنقعد مع بعض ونشوف هتعمل ايه،
وبنتفق على خريطة وبنتفق على بنش ماركس وبنربط تدخلاتنا على أساس التزم ولا مش ملتزم. يعني الديزاين، تصميم المعدات، ثم الإعلان المناقصة، ثم التركيب، ثم التشغيل، ثم التشغيل الأولي، ثم القياس، وهكذا. فبقلب الكونفليكت لبروسيس. لأن هلا أنا هدفي هو هدفك إيه؟ هدفك إنك تقفل النشاط، تبطل صناعة، ولا هدفك إن إحنا نحمي البيئة وفي نفس الوقت ندعم صناعتنا؟ يعني إيه هو الهدف؟ يعني أوكي كويس نطلع في الجورنال وزير البيئة يغلق مش عارف كم مصنع. طيب ماشي أوكي، وبعدين؟ فرص العمل فين؟ القيمة المضافة فين؟ بس ده أسهل بقى. كويس؟ سهل أوي. سهل وتصبح من الأبطال. كويس؟ ولكن هل احنا جايين هنا نعمل أبطال ولا احنا جايين هنا ان احنا نؤدي عمل وندير مشكلة عضال؟ مش هنقول لا، لأن زي ما سيادتك عارف ان كل التكنولوجيا بتاعت الصناعة بتاعتنا متقدمة فنيا. مش هنقول 50 سنة و60 سنة، هنقول ان الفن الانتاجي في الصناعة دلوقتي بيتطور كل 5 سنين. يعني مهما انت كنت بحداثة فانت دائما متأخر خطوة او 2. كويس؟ وده عادي وضروري نقبله. كويس؟ لحد ما يبقى عندنا قاعدة تكنولوجية ونقدر نطور قاعدة او نعمل لها ملائمة اكتر. لكن في الفترة الحالية انا لا اعتقد، انا لا اؤمن نفسي ان سياستي الاولانية هي سياسة العصا. انا اؤمن بالجزر. فانشأنا مشروع كبير اسمه مشروع التحكم في التلوث الصناعي، وانا كنت الحمد لله شاركت في انشائه في الجزء الاولاني. ولما رجعت الوزارة 15 سنة ولقيت ان المشروع لازال موجود، ولا زالت الهيئات الاجنبية بتدينا منح عشان ندير هذا المشروع. وبالمناسبة انا بشكر الاتحاد الاوروبي، لان هو في الاتحاد الاوروبي والوكالة المعونة الفرنسية والجايكا اليابانيين وبنك التعمير الاوروبي، لان احنا داخلين دلوقتي. يا فندم متشكرين يا فندم. ونشكر طبعا وزاره التعاون الدولي، دي اهم حاجه يعني، مش ما نقدرش يعني. كويس. فان احنا دخلنا على المرحله الثالثه، وبكل بساطه انك بتدي للمصنع خليط من المنحه والقرض. فاذا كانت الحاجه هتكلف 100 جنيه انا بدي لحضرتك 80 جنيه قرض ميسر، وبدي ال 20 منحه لما سيادتك تخلص كل حاجه ونقيس وحضرتك كويس اديك ال 20. كويس؟ علشان ما بدي يعني منحه ما بديهاش الاول، بديها لما نلتزم مع المخالصه. انا بساعد، يعني بحاول اساعد الصناعه، وده اللي احنا بنعمله. ال6 مصانع اللي موجودين هم 6 مصانع سكر وورق في جنوب الصعيد. هم بيقولوا ان احنا عندنا مشاكل ماليه وبتاع، انا لا اعتقد انهم عندهم مشاكل ماليه، انا اعتقد ان هم عندهم بحاول اشوف كلمه دبلوماسيه. انا بعتقد ان احنا عندنا تمسك بالقديم، عدم الرغبه في التغيير والتطوير. تمسك بالقديم. كويس. بدليل ان احنا لما قعدنا معاهم اول مره قلت له خلاص قدم الخطه بتاعتك، وانا رحت مخفض له طوالي من 350 مليون جنيه، رحت مخفض له 50 مليون جنيه طوالي. قلت له انت مش محتاج ليه. وبالتالي هو كان يقدر يعرف الكلام ده لو هو. فاحنا بنساعد. لو ما نفعش هننفذ القانون، وهذه تعليمات القيادة السياسية. ولا فرق ما بين قطاع عام وقطاع خاص، يعني احنا بنتكلم على مية وبنتكلم على نهر النيل. دي سياستنا فيما يخص الصرف الصناعي على نهر النيل. انا اتوقع ان احنا في خلال سنة بالكتير هنعلن ان مفيش صرف مباشر على نهر النيل. كويس. وهنتقل الى المهمة الاخرى، وهي الصرف على الترع والصرف على المصارف، اللي احنا مش ساكتين، احنا بنفتش وشغالين على التوازي معاهم، ولكن الجزء الاكبر من القوة او من القدرة او من المنح رايح لنهر النيل.
الجزء الآخر نفس